يا مساء الانوار على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يلا الفيديو شغال كده، حطي لي لايك واشتركي في القناه عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. انا النهارده ان شاء الله بعمل بفتيك، ولسه جايباه دلوقتي، لسه جاي من بره، عامه لسه جايباه من عند الجزار طازه اهو، فقلت يلا اعمله النهارده وهو لسه سخن يعني. انا معايا هنا كيلو من البفتيك اهو، زي ما انتم شايفين كده، مخليه الجزار طبعا مقطعه لي كده وبيقعدوا يخبطوا عليه كده، طبعا انتوا كلكم عارفين. معايا هنا التتبيله، تعالوا نتبله يلا مع بعض. هنا معايا بصله ضربها كده في الكبه، فرمها ناعم جامد اهو، هنزلها هنا وهنزل عليها بمعلقتين خل او حبه خل اهو، نزلت بالخل. هنزل بقى بحبه فلفل اسود وحبه ملح، انا مش عايزه اكتر توابل اكتر من كده، بس انا هحط هما دول بس، الملح والفلفل الاسود، عشان احنا عارفين طبعا ان التوابل كترها في الاكل بتغير لنا طعم الاكل، مش في كل الاكلات اللي احنا بنحط فيها توابل كتير. هنحط هنا ملح بس مش هنكتر عشان اللحمه تستوي معايا كويس اهو. وبعد كده هنعمل ايه تاني؟ هنحط بقى معلقه، عندي كاتشب حطي، ما عندكيش حطي صلصه عادي، معلقه صلصه كده كبيره، برضك كله في التتبيله دي بيدينا طعم حلو. هقلبهم بقى كلهم كده مع بعض كويس، وبعد كده بقى هنزل باللحمه. البفتيك عامه لو اتبل قبلها بيوم بيبقى حلو، ولو قبلها بساعتين برضك بيبقى كويس تمام. انا هتبله بقى وهقعده ساعتين في التتبيله دي، وبعد كده هشوف هعمل ايه تاني. نزلته خلاص، هقلبه بقى كويس كده واتاكد ان كل البفتيك شرب بالتتبيله اللي انا عاملاها تمام اهو. بس بوريه لكم اهو، هسيبه بقى ساعتين كده في التلاجة او بره التلاجة عادي، الجو لسه ساقع. تعالوا بقى نعمل الكفر اللي احنا هنغلب بالبفتيك. انا معايا هنا هنعمله على مرحلتين عامه، والمرحله الثالثه اللي هو الدقيق واللبن، سوري معلش، اللبن والبيض. هنا بقى معايا حبه بقسماط كده كتار، ومعايا هنا الطبق ده مش دقيق، ده نشا، عشان النشا بيديني القرمشه حلوه للبفتيك عامه. هتبله بقى بملح وفلفل عشان ما يبقاش الكفر اللي بره ده طعمه دلع يعني. هتبل بقى الملح، اللهم صل على النبي. هجيب بقى الطبق التاني واحط فيه البيض، بيضتين وكوباية لبن بردك، واحط عليها ملح وفلفل. هقلبهم بقى وهسيبهم شوية وهشوف هعمل ايه تاني. بس كده هنعمل بقى البيض واللبن. هنجيب طبق تاني وهنحط فيه بيضتين حسب الكمية اللي احنا هنستعملها من البفتيك عامة. هحط عليها كوباية لبن واحط فلفل وملح. هحط رشة فلفل عشان البيض، عشان زفرت البيض. حبة ملح. بس هضربهم بقى كده كويس، وبعد كده هجيب طبق فيه دقيق. البفتيك او الفيليه عامه، لو الواحد حابب ان هو يعمله عشان هو بياخد يعني شويه مواعين وشويه مجهود شويه، وبيدهول الدنيا عامه، بس طعمه كويس في الاخر، طعمه حلو. يعني انا دلوقتي لو انا مثلا هجيب كيلو بفتيك، مش هعمله كله طبعا، ممكن اعمله نصه على قد اللي احنا هناكل، والباقي هشيله في الفريزر، مش هشيله
بالبصل وكده، لا انا هشيله متبل. يعني انا ما باجي اعمل مثلا اللهم صل على النبي فلي او بانيه او بفتيك او اي حاجه او كنتاكي عامه، لازم اعمل بزياده للمره التانية، عشان مش كل مره اقعد مثلا دقيق وبيض ومش عارفه ايه ولبن وكده. لا انا هطلع من الفريزر على القلي على طول، ولا بياخد معايا وقت ولا بياخد معايا مجهود. هنا بقى هطلع البفتيك على الدقيق. الدقيق ده معلوش اي حاجه. بعد ما احطه في الدقيق كده بسرعه انفضه واحطه في اللبن والبيض، ومن اللبن والبيض للبقسماط والنشا اهو. هنزله بقى في اللبن والبيض، هنزل كده على طول واطلع. بس هنزله كده في البقسماط والنشا. هفضل بقى المعلقه طبعا مش هينفع اشتغل بيها، هضغط بيه كده على ايديا. بس هو ده كان شكله، ويعني انا هكمل الكميه كلها مع نفسي وبعد كده نرجع نقلي مع بعض. اهو انا عملت ما شاء الله الكيلو يعني بيرمي كتير يعني. اهو ده عملته كله كده. هستخدم اللي هستخدمه والباقي هشيله في طبق والفه بالستريتش واحطه في الفريزر. هنا زيت، لازم الزيت يكون سخن، اكننا بنقلي الفراخ الكوكي بالظبط. لازم ينزل على زيت سخن جامد عشان الكفر اللي بره ما يقعش. كان هنا لسه الزيت لسه مسخنش معايا شويه بس كان شغال. اهو نزلت التاسعة هتاخد 3 بس عشان ما شاء الله القطعه كبيره. اهو كده كان شكله بعد ما خلص. وعملنا جنبيه كده طبقين مكرونه كده بالصلصه، كان طعمها بردك حكايه تحفه. يلا والفيديو شغال كده، حطي لي لايك بسرعه 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 عشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديو، واشتركي في القناه، ويا رب اكون نضيفه خفيفه على قلوبكم، ويا رب الاكل اللي انا بعمله يعجبكم واكون عند حسن ظنكم. اشوف وشكم على خير يا احلى اخوات.